الاستماع والإنصات كلمتين متقاربين بس بينهم فجوة كبيرة جدا. كلنا بنحب نتكلم، بس الحقيقة اللي محدش قالها لنا إن الاستماع مش إن أنت تفضل قاعد ساكت أو تبقى شخص ضعيف. الاستماع قوة، والأشخاص الناجحين بيركزوا على الاستماع النشط مش على الكلام الكتير. كل ما اتكلمت أكتر، كل ما أنت عبرت عن حاجتك أكتر، كل ما أنت طلعت معلومات أكتر. أنت محتاج تكون هنا الشخص اللي بيسمع، اللي يعرف حاجة غيره علشان يقدر يقدم له الحلول المناسبة، مش أنت الشخص اللي يتكلم. جرب من دلوقتي تطبق قاعدة الثلاث أسئلة. بعد أي كلام مع أي شخص عايز تفتح معاه كلام، اسأله 3 أسئلة مفتوحة. أسئلة مفتوحة يعني أسئلة ما بيبقاش إجابتها أو لأ. الأسئلة دي هتضمن إن الشخص اللي قدامك يتكلم ويعبر عن كل اللي جواه، سواء احتياج لخدمة أو منتج أنت بتقدمها، أو ألم عنده أو مشكلة. هتساعدك إن أنت تفهم الشخص ده أكتر وتقدم له الحل المناسب المخصص ليه هو. ولو محتاج تتعلم تكنيكات اكتر او خطوات تساعدك ان انت تستمع للناس بشكل فعال ومؤثر وتوصل لاحتياجاتهم الحقيقية، تقدر تبعت رسالة دلوقتي وتبدأ رحلة المنتورنج الخاصة بيك علشان تقدر توصل لكل التفاصيل الصغيرة دي.